طول عمري بسمع عن فكرة السند، إن دايما لازم يكون في ظهر يشيلك، لازم يكون في حد يدعمك، ناس تهتف باسمك لما تنجح وتمد ايدها لما تقع. لكن التجربة علمتني حاجات كتير مختلفة. السند مش سند، والمأساة أحيانا بتخلق بطل مش ضحية. في ناس بتفضل تبني في غيرها وتشوف فيه القوة والقدرة وتديله كل الطاقة اللي عندها وتسنده وترفعه وتصدق إنه هو بطل. لكن الحقيقة مش كل حد اتبنى بقى بطل، ومش كل حد اترفع بقى مستحق ده. في الشغل كنت فاكرة إن الزمالة معناها دعم وإن النجاح الجماعي بيرفع الكل، لكن الحقيقة النجاح ساعات بيكشف وشوش. مش كل اللي حواليك فرحانين بيك، في اللي مستني لك على غلطة، وفي اللي نجاحك بالنسبة له تهديد مش إلهام أبدا. في الأهل والمعارف في ناس بيحبوك وناس بتبصلك وتحسب نجاحك على إنه خصم من رصيدهم. في الصداقة في اللي بيظهر وقت الفرح، لكن وقت ما تحتاج حد تلاقي نفسك لوحدك. لكن أصعب مأساة إنك تعيش مع حد تديله كل حاجة وتكتشف إن أنت مجرد محطة عبور، مجرد وقود عشان هو بس اللي ينجح، مجرد ظل بيحميه من الشمس. لكن وقت ما تحتاج وتلاقي السند بتلاقي نفسك في العراء. إنك تصدق إنك بتحب حد وإنه يستحق الحب ده ويستحق التعب والتضحية والاستحمال، ويطلع كل ده استنزاف بدون أي مقابل ولا أي تقدير. بس أنا ما وقفتش عند ده، أنا قررت أكون الحيطة اللي تسند نفسها. قررت إن نجاحي مش هيقف على حد، مش هستنى فرصة هخلقها، مش هستنى دعم، هبني نفسي طوبة فوق طوبة. بدأت أتعلم، أبحث، أطور نفسي، أدخل مجالات جديدة جدا، أواكب التطور التكنولوجي. بقينا نستخدم الذكاء الاصطناعي، أقف وأحاول إن أنا أقدم محتوى مختلف أشتغل بيه على نفسي بأحدث التقنيات اللي ناس كتير قوي شايفاها بعيد، لكني الحمد لله حققتها. كل خطوة خدتها كنت ببني حيطة أقوى، كل مرة حد قلل مني كنت باخدها دافع إني أثبت العكس. كل سقطة كانت بداية لقفزة أعلى، وبعدين بقيت في مكان كان ناس كتير قوي شايفينه مستحيل. بقيت نموذج لناس كانوا بيفكروا يستسلموا لكن شافوا ان مفيش حاجة مستحيلة. بقيت عارفة ان النجاح مش محتاج تسفيق، النجاح محتاج إرادة وشغل ومثابرة من غير ظل. مجرد اسم مش مبدأ. أنا مش محتاجة ظل من حد، أنا حيطة سندت نفسها ووقفت وفضلت واقفة، واللي جاي أكبر وأقوى وأعلى بإذن الله.